ما أن انطلقت فعالية منتدى أو مؤسسة جديدة بين ثنايا الأهرامات وبرعاية من الدولة المصرية حتى انتشرت الأقاويل عنها. أخطر تلك الأقاويل هو نشر الإلحاد وهدم ثوابت الدين الإسلامي. هكذا انهالت الانتقادات على مؤسسة تكوين الفكر العربي التي تم تدشينها في مصر، وتصدر الجدل حول الأهداف من ورائها مواقع التواصل. ما هي القصة؟ الأمر مشاهدينا بدأ بحفل ضخم في المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة للإعلان عن مؤسسة تكوين التي تعرف نفسها على موقعها الرسمي كمؤسسة تعمل على تطوير خطاب التسامح وفتح آفاق الحوار والتحفيز على المراجعة النقدية وطرح الأسئلة حول المسلمات الفكرية وإعادة النظر في الثغرات. ويشمل مجلس أمناء المؤسسة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والكاتب يوسف زيدان والباحث إسلام البحيري والكاتب والباحث السوري فراس السواح. تضم المؤسسة العديد من الكتاب من مختلف أنحاء العالم العربي، وسط تقارير لم يتسنى التأكد من صحتها بأن المؤسسة تأتي بتمويل من الإمارات. هذه المؤسسة تعمل منذ أشهر، لكن جاء حفل إطلاقها والمنتدى الأول لها بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل عميد الأدب العربي الكاتب المصري طه حسين. وحضر جلسات المنتدى الذي نقلت مقتطفات منه على التلفزيون المصري. حضره العديد من رموز المشهد الثقافي والمصري والعربي طبعا، بالإضافة لرجال دين كان من بينهم أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالي الذي حل ضيفا في بودكاست تقدمه المؤسسة. المؤسسة أهدافها كما نشرت أيضا على موقعها الرسمي تشمل تأسيس جسور التواصل بين الثقافة والفكر الديني للوصول إلى صيغة جديدة للنظر والتعامل مع الموروث الديني، باعتبار أن بعض تأويلاته القديمة أدت بالمجتمعات العربية والإسلامية إلى مآزق اجتماعية ودينية وفكرية، ما أدى إلى ظهور واحتضان مجتمعاتنا لأفكار متطرفة وتأويلات رجعية التي أساءت للدين الإسلامي الحنيف. على موقع المؤسسة يمكن رؤية فيديوهات ومقالات عن قضايا إسلامية مختلفة، كهذا مثلا بعنوان: هل كانت الأحاديث النبوية صحيحة؟ هل كل الأحاديث النبوية صحيحة؟ لكن الأمر أثار جدلا واسعا بل واتهامات بأن المؤسسة الهدف منها النيل من ثوابت الدين الإسلامي وإنكار السنة والتشجيع على الإلحاد، ليدشن البعض هاشتاج تكوين الملحدين، ساخرين من هذه المؤسسة ومطالبين بإغلاقها. الاتهامات طالت أعضاء مجلس أمناء المؤسسة وتحديدا إبراهيم عيسى المعروف بآرائه الجدلية، وسابقا تم تقديم بلاغ ضده للنائب العام بتهمة ازدراء الإسلام بسبب رأيه حول واقعة الإسراء والمعراج. وأيضا الباحث إسلام البحيري، وهو أحد داعمي ما يعرف بتجديد الخطاب الديني في مصر، وكان قد سجن سابقا بتهمة ازدراء الأديان. إسلام البحيري يظهر هنا في هذه الصورة وتم الإفراج عنه بعفو رئاسي، إلى جانب الروائي يوسف زيدان المعروف أيضا بآرائه الجدلية. دعونا نأخذكم إلى بعض من التعليقات التي اجتاحت وسائل التواصل. هنا الداعية الإسلامي الشيخ عبد الله رشدي يكتب قائلا: طبعا كلكم شاهدتم التحالف الجديد لأهل الضلال تحت مظلة واحدة بطريقة منظمة لنخب ثوابت دينكم على أهل الملة أن يتركوا الآن الجدال حول السلفي والأشعري وأن يتجهوا بطاقاتهم لميدان النزال بحق، وهو صياغة الثوابت الدينية بشكل يفهمه المسلم البسيط تحصينا له من تلك الهجمة وشيكة بحسب عبد الله رشدي. أما هنا الشيخ ياسر سلمي وهو الخطيب وزارة الأوقاف كان له رأي مختلف، يقول فيه: ضد التخوين لتكوين،
انتهى عصر حراس وسدنة المعابد، نحن في عصر السيولة المعلوماتية وفي عصر حرية الرأي والتفكير، فالفكر يواجه بالفكر والرأي يواجه بالرأي. وأما التخوين والتحذير فهو دعاية مجانية ليس أكثر. لا يهمني ولا تخيفني الأسماء والأشخاص والكيانات والدوافع والأغراض، فالإسلام هو دين الله الحق الوحيد الصحيح على وجه الأرض، هذا اعتقادي وأحترم من يخالفه. لم يصدر تعليق رسمي على الانتقادات الموجهة لمؤسسة تكوين، لكن الدكتور عباس شومان وهو الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر كتب قائلا على فيسبوك: تتابع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء حقيقة ما ينشر عن تكوين كيان للنيل من ثوابت الدين وأخلاقيات وقيم الأمة، وسيتخذ ما يلزم بعد الوقوف على الحقيقة. ترندنج تواصل مع الدكتور يوسف زيدان وسأله عن رده على ما قيل بحق تكوين، وهذا ما قاله لنا: هذه المجموعة التي بدأت بشكل تطوعي منذ فترة، لا أريد أن أقول إنها تسعى لعمل جبهة للاستنارة، لكنها محاولة للنهوض بالعقل وبالفكر.